مو مهم شو مر علينا، المهم كيف وقفنا بعد كل سقوط، بعد كل لحظة وجع صنعت نسخة أقوى مننا. في ناس شافوا دموعنا بس ما حدا شاف قوتنا بعد كل هالتعب يلي مرينا فيه. يسعد لي كل أوقاتك يا رب دايما وأبدا بكل خير. اوعك تظني بيوم من الأيام إنه تعبك وأوجاعك كانت من الباب يلي سكرتيها بوجه حدا بحياتك. لا بالعكس، هو يلي حماكي هذا الشي، لأني وجعك الحقيقي كان من الشبابيك يلي تركتيها مفتوحة كرمال الأشخاص يلي ضليتي تعطيهم فرص، رغم إنه قلبك كان بيعرف إنه هالفرصة ما رح تغير شي، وإنه في ناس ما عاد تستاهل من حبال الود يلي خفتي تقطعيها، يلي حاولتي تحافظي عليها مع إنه هي من زمان مقطوعة. في مواقف بحياتنا نهايتها واضحة وإنتي كنتي بس متمسكة ببقايا شي ما عاد إله روح. فأوعك ترجعي تفاصلي في حياتك وتحطي فاصلة بمكان لازم ينحط فيه نقطة. في أشياء ما عاد تستاهل التردد ولا المساحة يلي عم تتاخد من روحك. فسكري يلي لازم يتسكر بحياتك، لأنه راحة أحيانا بتجي بعد الجرأة مو من بعد الانتظار. والقلب ما بيشفى إذا ضل معلق بنص الطريق. في ناس لازم يطلعوا من تفكيرك ومن يومك، وفي مواقف لازم تنتهي، وفي أبواب وشبابيك لازم تنقفل في حياتك لأجل سلامتك مو لأجل حدا تاني. لأنه في أشياء ما عاد تستاهل لا وقتك ولا قلبك ولا دمعة من عيونك. أوقات القوة مو إنك تضلي، القوة الحقيقية إنك تعرفي إمتى تمشي من حياة حدا وإمتى تقولي خلص لهون وبس. عيشي حياتك، حاولي ما يكون فيها تردد. سكري يلي لازم يتسكر بلا خوف، لأنه قلبك أحق بالسلام من كل العلاقات يلي أرهقتك وعذبتك، وأحق بالأمان من كل الأبواب يلي ما عاد يطلع منها النور والأمان في حياتك. فاحسمي أمورك وكوني حاسمة، مو لأنك قاسية، لا، بس لأنك تعبتي بما فيه الكفاية، ولأنك بتستحقي بداية جديدة نظيفة وواضحة بحياتك. السنين يلي راحت خلصت ومضت، والسنة الجديدة قربت، ويمكن انت كمان حسيتي ان في شي جواتك عم يتغير قبل ما حتى الأيام تتغير. مو لأنه بس التاريخ رح يتغير، لا، لأنك انت عم تكبري وعم تفهمي أكتر شو بتستحقي بهالحياة، شو لازم تتركي ورا ظهرك. السنة الجديدة فرصة إلك ولروحك ولسلامك، فرصة ترجعي تعيدي فيها ترتيب أفكارك وقلبك بعيدا عن التعب يلي حملتيه من سنين. فرصة تقوي روحك من الناس اللي أخدوا منك أكتر ما عطوكي بهالحياة، وتفتحي باب لشي جديد ونضيف وبيشبهك. السنين يلي راحت خلصت ومضت، يمكن تتذكري قديش أخدت منك عذاب وجهد، أخدت طاقة ووقت وراحة وأمان وصبر، بس بنفس الوقت علمتك وقوتك وخلتك تعرفي قيمة نفسك ومعنى الصبر. خلتك تعرفي ترفضي وتوقفي وتبتعدي وتختاري حالك. أما هالسنة هي لا تتعاملي معها مثل باقي السنين. هالسنة هي خليها تكون إلك ولقلبك ولأحلامك ولخطواتك يلي تحلمي فيهم، لأمانك يلي عم بتدوري عليه من زمان. هالسنة خليها تكون السنة يلي تهتمي فيها مع نفسك، اللي بتقولي فيها بصوت عالي أنا بستحق أعيش بسلام وأمان، بستحق الشي الحلو بحياتي، وبستحق حياة بتشبهني. ابدأي سنتك الجديدة ببساطة، لا تستعجلي على شي ولا تخافي ومن شي ولا تركضي ورا شي. كل خطوة رح تاخديها رح توديكي لمكان أحسن، طالما عم تختاري الشي اللي بيشبهك انتي، الشي اللي هو صادق بحياتك، مو يلي العالم والناس بداياكي تكوني فيه. وتذكري الله قادر يقلب التعب لراحة والضياع لطريق والوجع لحكمة. سنة جديدة يعني صفحة بيضة، يعني بداية نظيفة، يعني أمل جديد. لو حسيتي الفيديو لامس شي جواتك خليه يكون البداية، واشتركي بالقناة لنكمل هالطريق سوا. إذا وصلتي لهون يمكن هاد أكبر دليل إنك مستعدة وبحاجة لكلمة طيبة ودفشة أمل صغيرة. إذا لامس قلبك هالكلام اشتركي بالقناة لحتى تبقي قريبة من كل كلمة بتقويكي وبتطمنك وبتشبهيها. مع حبي إلك، سلام بأمان الله.